السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. ايه اخباركم في السقعة دي؟ الجو النهاردة صعب جدا. بصوا بقى، بمناسبة السقعة دي انا قررت ان احنا نعمل ايه، نعمل النهاردة مشروبات ساخنة. ايه بقى، بطانية وحاجة سخنة، ويلا بينا وندخل على المقادير. مقاديرنا النهاردة بسيطة وسهلة ومتوفرة عندنا في البيت. مقادير النهاردة يا جماعة عبارة عن ايه؟ كوباية صغيرة سكر، دي كوباية القهوة الصغيرة على فكرة. كوباية لبن واللبن طبعا حسب الكمية اللي احنا هنعمل بيها، يعني كل كوب هنعمله من المشروب النهاردة هيحتاج لبن. وعندنا قهوة، عندنا شوية مية، عندي فانيليا، وعندي كمان الكراميل، وعندي دي إيه وده اللبن، وعندي الشوكولاتة وانا مسيحاها، بس هي عشان الجو سقع اتجمدت شوية. تمام، انتوا عارفين ان الجو ساقع جدا الصراحه. هنبدا بقى باول خطوه بالمقادير. هجيب البوله بتاعتي وهنزل بالسكر. انا ما حطيتش كميه السكر كلها عشان انا ما بحبش الحاجه حلوه، لكن لو انتم بتحبي الحاجه حلوه لا، يا دوبك السكر هيبقى مناسب. وحتى لو بتحبيها وسط، لان انا الصراحه بحب السكر قليل جدا. وهنزل بالنسكافيه عليها، وهبدا انزل بالميه، بنزل بالميه واحده واحده عشان خاطر ما تبقاش الميه زي ده وهو يتعبني في الضرب. فما بحبش ميته تبقى كتير، بيبقى متعب. بصوا بقى، مضرب النسكافيه عندي اتقسم نصين، الجزء اللي بيضرب اتقسم عن الجزء الكهربائي بتاعه. فانا اعمل ايه؟ افتكرت ان هبه صاحبتي كانت قايله لي على الفكره دي، وكانت دايما بتعمل بيها النسكافيه. يعني بتجيب الشيليمو وبتعمله من تحت كده، بتقصقصه زي المروحه. الصراحه الفكره حلوه ونفعتني، وانا حابه اشكرك قوي يا هبه، فعلا الفكره والله العظيم انقذتني في موقف زي ده. المهم بقى، حطينا نسكافيه والميه وجبنا طبعا المضرب بتاعنا اليدوي مش الكهربائي وفضلنا نلف كده فيها ونضربها. عايزه اقول لكم والله العظيم يعني هتعمل نتيجه، هتشوفوا النتيجه دلوقتي صدقوني. الحمد لله زي ما انتم شفتوا الميه طلعت مظبوطه، لا هي قليله ولا هي زياده. ده بيساعد في الضرب بتاع النسكافيه. بصوا بقى دلوقتي، بصوا الجمال. ايوه ايوه ايوه، الله عليك يا سيدي. حلو قوي كده. لو على فكره وكملتي ضرب فيه بلونه كمان بيفتح اكتر زي ما انت حابه. بعد ما ضربت النسكافيه، الكميه دي ممكن احتفظ بيها في التلاجة جاهزه، على الاقل بتقعد 3 4 ايام. وبتنفعك جدا، جالك ضيوف، قايمه الصبح زهقانه مالكيش مزاج تضربي، بتاخدي المعلقه تحطي اللبن وخلاص. جبت بقى الشوكولاته اللي انا كنت مسيحاها ونزلت عليها بحبه من مسحوق الكاكاو، نزلت عليها بيه. ودلوقتي هبدأ اخلطهم على بعض. ما حطيتش مسحوق كاكاو كتير، لان انتوا عارفين الشوكولاته من الكاكاو، الكاكاو من الشوكولاته، ومن ده من ده حط على ده. المهم بدأت انزل بقى واخلطهم كده مع بعض خلطه حلوه. طبعا لو الجو كان مش ساقعه كده كان زمان الشوكولاته سايحه اكتر يعني. لكن عشان الجو ساقع برضو المسحوق ده بنقدر نشيله عادي في التلاجة ونستخدمه في اي وقت. سامعه حد هناك؟ سامعاها اللي بتقول ايه؟ طب ما هي الشوكولاته هتتجمد. طب ما احنا بنعمل بخار الميه. هنجيب طبق، هنجيب اي حاجه ونحطها على النار، ونحط الطبق بتاعنا اللي فيه الشوكولاته فوق منها، فالشوكولاته هتسيح. يعني نحلها عشان تبقى سهله وبسيطه. المهم، انا بما اني من عشاق النسكافيه والقهوه والحاجات ديت، فانا هحط 3 معالق. تمام. لو انت حابه معلقه واحده، او حابه تاخدي المكون ده من غير النسكافيه وتشربيه للولاد، حلو جدا برضو. حابه بقى ليكي انت بقى وتعدلي المزاج كده وتحطي لك بقى واحده نسكافيه ولا حاجه، زودي عليه نسكافيه. بضرب بقى، بخلط كده شويه كل ايه المنتجات دي؟ انا بعمل اعلان ولا ايه؟ بصوا بقى، بخلط كل الخليط ده مع بعض حلو قوي. وزي ما اتفقنا ده كمان ممكن نشيله في التلاجة. عايزه اقول لكم ان شويه النسكافيه اللي هناك دول هعمل منهم 3 كوبايات مختلفه، وهيفضل عندي نسكافيه كمان شلته في التلاجة. جبت الكوبايه بتاعتي ونزلت بالمعلقه بتاعتي. هبدا انزل 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 انزل، اهي نزلت اهي. وهبدا انزل باللبن سخن. انا سخنت اللبن جامد عشان خاطر كنت عارفه ان الشوكولاته بتاعتي محتاجه ان هي تسيح. فنزلت باللبن سخن قوي عشان يساعدني اني انا اسيح. نقطة لبن نزلت هي ولاد على الصينية، بس على مين دودو تسيبها؟ تبقاش دودو، احنا لازم نمسح. وحاجة همسح دي كمان، ايوه يا دكتك يا دودو يا دكتك. يلا بقى قلب يا متقلب، هنقلبها حلوة قوي. بصوا انا بدأت ايه بقى، مش بقلب، انا بدوب الشوكولاتة اللي تحت. شايفين الدقة في الاداء يا ولاد؟ يا سلام، الله عليك يا دودو. بصوا بقى الجمال
اديله بقى. يا سلام بقى لو جات لك واحده صاحبتك بقى وشربتيها بقى، لا تبقى فاهمه انت عطيها نسكافيه ولا عطيها هوت شوكليت ولا عطيها كاكاو، اللي هو فاهمين انتوا 3 في 1 ده. خش على اللي بعده. اللي بعده بقى جبنا الكوبايه وجبنا حبه فانيليا، مش كتير يا بنات، ما تنسوش ان الفانيليا دي في الاساس خام، فما تبقاش اوفر، يعني نقطه صغيره هتأدي الغرض. وانا بقى كان عندي ايه بقى بمناسبه التلاجة اللي احنا دايما ما بنلاقيش فيها حاجه دي. لقيت فيها كريمه، كريمه عاديه، ولا هي طبخ ولا لباني ولا اي حاجه، الكريمه العاديه. ولو عندك كريمه عندك، طب لو ما عندكيش هو اصلا مش شرط الكريمه في المشروب ده، بس انا حبيت ايه اعلي المود قوي يعني، فحطيت لها كريمه وانزل عليها بمعلقه من الخليط بتاعنا اللي احنا عاملينه. نزلت عليها بالمعلقه. انزل يا ناس، يا ناس على النسكافيه يا ناس، يا انا شربت وعايزه اشرب تاني. هنزل عليها باللبن. حلو قوي. يبقى الكوبايه دي فيها فانيليا، كريمه، وفيها كمان نسكافيه ولبن. ممكن نستغنى عن ايه؟ ممكن نستغنى عن الكريمه. وهقلب، مش هقلب كتير، الكريمه ما خدتش معايا وقت، اول ما نزل عليها اللبن كانت دايبه على طول. حلو كده، حلو قوي. بصوا المنظر، بصوا الجمال. حلوه، جميله جميله يا دودو، تسلم ايدك والله. خش باللي بعده. اللي بعده بقى، فاكرين الكراميل اللي كان عندي يوم ما عملنا السينابون مع بعض؟ اهو قاعد والله بينفعني في حاجات ياما. الحاجات دي بتبقى مفيده في التلاجة وبتنفع وبتبسط الولاد قوي يعني. الولاد بقى هم كلهم بقى هم الاتنين شدوا مع بعض بقى مين فيهم هيشرب الكوبايه اللي فيها الكراميل. المهم حلينا المشكله ان احنا حطينا كراميل على كله. نزلنا بقى بمعلقه النسكافيه. تمام. انزل عليهم بقى باللبن. اديله بقى لبن، اديله ما تحرمهاش. يلا ها، احنا معاكي، كلنا مركزين في الكوبايه. بصوا يا بنات، حلو قوي 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 قوي. طبعا هنبدا بقى ايه، نحط عليها حبه كده نسكافيه نشف. انا ما قلبتش عشان الكراميل يفضل كده حلو وياخد ويدي بشكل ودي هو واللبن مع بعض، ما بحبش اتدخل ما بينهم. وكده. اسفه. وكده ال3 كوبايات بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. اول واحده اللي فيها الشوكليت، تاني واحده اللي فيها الفانيليا والكريمه، واخر واحده دي اللي على جنب دي كده كده، تعالي كده تعالي كده، اجينا ديت اللي فيها الكراميل. حلو وجميل، جربوها. باي باي.